فإن سياسة الدولة على الأرض مستمرة. الله أكبر، الله أكبر. أنا كنت مستمرة في ماذا؟ اسمعوا، مستمرة بإذن الله في قتال من يقاتلها، ماشي هاي، والاقتصاص ممن ظلمها، مشيناها بحق الله، وكسر شوكته بلا هوادة، والكف عمن كف عنها واعتزل قتال عما حقا، وامضاء لمبادرة أمير المؤمنين حفظه الله. أنا بقى من عندي، والكف عن مبادرة أمير المؤمنين المسردب، يمكن ميت، يمكن حي، يمكن عم تجروا عملية لواحد آخر يشبهه كما يحصل في التجسس، يمكن خلاصة المقال أنهم سيستمرون بالمفخخات. وعليه هنا الفتوى: كل من يبقى مع داعش فهو ظالم لنفسه، وظاهر أمره إن قتل الآن فأمره إلى الله، فاخرجوا منها. رفض التحكيم الشرعي. إيش لنا العلاقة بالسعودية؟ إن ما لنا علاقة الآن، ما تكفي الموقف، هذا الموقف. طيب الحكومة السعودية كافرة، بس طيب ما أجاز الله التعاون مع الكفار المسالمين؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروا وما تقسطوا إليهم. فنحن الآن فعلنا ما فعل الأخ أسامة بن لادن مع أمريكا، هذا بيني وبينكم، وأنا كنت حاضر وخذوا أسرار، وأنا كنت أجتمع مع أسامة ونبهته وحذرته من مغبة التكفير، وهناك شهود يسمعونني الآن، كانوا جلوسا مجموعة. فهو سكت عن أمريكا وما تدعم به، وقعد تقاطع مصالح. ليش سكتت أمريكا؟ وليش سكت الأخ أسامة عن دعم أمريكا للفصائل التي كان يتعاون معها ويخطط معها؟ ولماذا سكت عنه لما يأتي إلى جدة ويأخذ الأموال يوم حرب أفغان الأولى؟ ليه؟ هذه مملكة وغيرها. هناك سياسة أنها تدعم المسلمين هناك، ورأت اليوم أن تدعم المسلمين في سوريا. فالإسلام قال لي إذا ما حاربوا، قال لي تعاون مع الكفرة على رأسهم المفتي وعلى رأسهم الوزير وعلى رأسهم هؤلاء، تعاون، لأنه التعاون، لأن التعاون مع الكافر كافر. حسبي الله، حسبي الله. يا شباب اصحوا، يا شباب لا تضيعوا دمكم هدرا، يا شباب إنما ذهبتم لقتال النظام، يا شباب إنما ضعتم لنصرة هذا الشعب، لا أن تقصفوه بالهاوي، لا أن تقتلوا هكذا بالمحاكي. أنتم تقولون لا نكفر الشعب السوري، كيف قتلتموهم في سجن حلب، كيف قتلتموهم في الباب، كيف قصفتوهم في منبج، كيف أشرتم على رأسهم؟ قلنا 1000 مرة. ما الذي؟ أعطونا بس نصف دليل لماذا قتلتم. أنا أعرف مراسلين شذا، ليش قتلتموهم؟ هذول كفار. فهمنا. أرجو أن نعرف الآن من الذي رفض شرع الله. طيب جميل. أرجو بقى من العلماء أن يكفوا عن المبادرات، أن يكفوا وأن يعلنوا وقفتهم الصريحة من الذي امتنع عن